أهلا بكم من جديد. طبعا دي الحلقة الجديدة أو الحلقة ال28 من مسلسل فهد البطل، فما تنساش قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو واشترك للقناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصل لك على طول. وكالعادة أو هنقف في آخر حتة لما شفنا إن توفيق التمساح طلب من فهد إن هو يخلص على عمرو اللي هو المفروض إن هو أخوه، ففهد هنا بينفذ الكلام بتاع توفيق التمساح اللي هو طلب منه إنه يقتل عمرو، وفعلا بيروح عشان يخلص اللي هما اتفقوا عليه. وبنشوف ان فهد هنا راح البيت عند عمرو ودخل، بس عمرو كان نايم بس حاسس ان في حد في البيت، وبيلاقي ان في واحد رافع عليه السلاح وبيقول له انت مين، فبيقوم كده وبيسلم وبيرفع ايده. وفي الوقت ده فهد بيعرف ان هو عمرو اخوه لما بيلاقي العلامة بتاعته واللي هي محطوطة في دراعه. بيقعدوا هما الاتنين يتكلموا وبيقولوا انت جاي تقتلني ليه يا فهد، فيعني عرفه ان توفيق التمساح هو اللي طلب منه الطلب ده وان انا لازم اخلص عليك، فعشان خاطر ان هو بيتاجر في المخدرات هو وغلاب. فبيقول له ابويا انا بيتاجر في المخدرات، قال له بس انت اللي ما تعرفوش ان هو اصلا مش ابوك غلاب، ده يبقى عمك وانت اخويا انا. وبيبدأ هنا إن هو يحكي له القصة من ساعة ما هربوا هو وراوية وسابوا البلد كلها ومشوا، وراح طبعا حط علامة كده على ايديهم كلهم علشان خاطر لو تاهوا يقدروا ان هم يلاقوا بعض في اي وقت تاني او في المستقبل. وطبعا عمرو هنا بيحاول ان هو يفهم الكلام ده كله وبيقول له احنا لما رجعنا عشان نجيبك علشان كنا بنهرب من الرجالة بتاعت غراب، بس للأسف احنا يعني ما لقيناكش وافتكرناك اللي انت مت واخدت اختك راوية ومشينا. اللي قتل ابوك هو عمك غلاب، وامي قالت لي لما قابلتها ان مفيش حاجة حصلت ما بينها وما بين غلاب، بس للاسف هي يعني ما لحقتش تقوله على بقية الحقيقة الكاملة. وبيقول له ان انا من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا اعرف ان انا ابن غلاب. طب ايه اللي يثبت لي اللي انت بتقوله ده؟ قال له عادي مفيش مشكلة، احنا نقدر نعمل تحليل دي ان ايه، وده اكيد هيكون سهل عليك جدا ان انت تعرف تعمله، وتعرف ان احنا الاتنين اخوات من اب واحد وام واحدة. وهنا عمرو بيبدأ ان هو يشك في كلام فهد او بيبدأ ان هو يفكر ويقول ممكن يكون كلامه صح، فبيقول له خلاص هنعمله ولو كده هرجع حق ابويا. قال له ابويا اللي طبعا غلب داس عليه وبيجيب هنا الدكتور وبيقول له انا عايزك تحكي لي وتقول لي عجيبة كانت بتعمل ايه عندك في الصحة او في الوظيفة بتاعتك دي. فبيقول له والله يا عمدة انا جيت لغاية البيت وقلت لعبود بس شكله كده يعني ملحقش يقولك ومات. قال له انت عارف لو ما قلتش هنا ايه اللي هيحصل؟ فبالله ان الدكتور كده بيعترف له بكل حاجة، وبيقول له ان عجيبة هي اللي حطت السم في الطبق بتاع وفاء عشان هي اللي سماها يعني وهي السبب في موتها. فبيقول له ايه العلاقة ما بين وفاء وما بين عبود؟ قال له الكلام ده غلط، عجيبة هي اللي موتتها وكانت بتهددني وبتقول ان انا لازما اقول ان هي ماتت موتة طبيعية علشان ما تفتحش الابواب وما تفتحش عليا مشاكل يعني. وهنا طبعا بنلاقي ان في ضابط جايله وبياخد واحد من رجالة توفيق التمساح وبيبعت طبعا على نفسه وبيقوله ان العربية والمخدرات بتوعه، وبيعرفوا ان هو جاي بيقوله علشان خاطر ان ريكو شغال مع فايزة اللي هي فايزة الشبح دي. وفايزة هنا بتقوله لو عرفت ان هو يعني تبع العربية اللي هو اتمسك فيها فهو كده هيروح في سجن او هيقدروا ان هم يمسكوه. فقال له احسن هو اللي يجي ويبلغ على نفسه. وبنلاقي ان فهد بيقول يعني لريكو زي ما خليتك انت تخش المكان ده صدقني انا هخرجك منه. وبعد كده فهد بيخرج وريكو كمان بيخرج من السجن بتاعه. فهد هنا كمان بيكون عارف ان كناريا اختها ولاء هي اللي ورا كل اللي حصل ده، بتقول له يعني يا شيخ انا عملت لك ايه؟ انت ليه بتعمل لي معايا كده في كل اللي انا فيه ده؟ فشايلتيني طبعا او بتشيلي اللقمة من بقي علشان اديها لك، وكنت بنزل وبشتغل علشان اديكي فلوس علشان تخرجي مع اصحابك. وفهد هنا بيقول لها خلاص ولا لسه صغيرة واكيد اتعلمت من غلطها، يلا يا ولاء حب على راس اختك. بس بنشوف ان ولاء هنا بيكون جواها غل ولا بس على راس اختها ولا اي حاجة. نيجي بقى عند عمرو ده واللي عرف ان فهد البطل هو اللي كان يعني ورا قتل ضياء ابن فايزة الشبح.
وليه دور طبعا في كل اللي حصل ده، علشان يعتبر هو اللي جابه التمساح ده أو توفيق التمساح، وهو كان السبب فيه، وهو اللي طبعا خلى توفيق التمساح يقتله من غير ما فهد يلحق حتى ان هو لا يبلغ اللي هي فايزة، ولا حتى يقدروا ان هم يلحقوا الواد قبل ما يتقتل. فدي تعتبر الأحداث الحلقة ال28 من مسلسل فهد البطل. فأولا كده ما تنساش بس اللايك بقى، اشترك كل القناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصل لك على طول. وإن شاء الله كل الأحداث الجاية أول ما تنزل هننزلها دايما باستمرار. فهنشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. أهلا بكم من جديد. طبعا دي الحلقة الجديدة أو الحلقة ال28 من مسلسل فهد البطل، فما تنساش قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو واشترك للقناة وفعل الجرس عشان أي حاجة تنزل توصل لك على طول. وكالعادة أو هنقف في آخر حتة لما شفنا إن توفيق التمساح طلب من فهد إن هو يخلص على عمرو اللي هو المفروض إن هو أخوه. ففهد هنا بينفذ الكلام بتاع توفيق التمساح اللي هو طلب منه إنه يقتل عمرو، وفعلا بيروح عشان يخلص اللي هم اتفقوا عليه. وبنشوف إن فهد هنا راح البيت عند عمرو ودخل، بس عمرو كان نايم، بس حاسس إن في حد في البيت، وبيلاقي إن في واحد رافع عليه السلاح وبيقول له أنت مين؟ فبيقوم كده وبيسلم وبيرفع إيده. وفي الوقت ده فهد بيعرف إن هو عمرو أخوه لما بيلاقي العلامة بتاعته واللي هي محطوطة في دراعه. بيقعدوا هما الاتنين يتكلموا وبيقولوا أنت جاي تقتلني ليه يا فهد؟ فيعني عرفه إن توفيق التمساح هو اللي طلب منه الطلب ده، وإن أنا لازم أخلص عليك، فعشان خاطر إن هو بيتاجر في المخدرات هو وغلاب. فبيقول له أبويا أنا بيتاجر في المخدرات. قال له بس أنت اللي متعرفوش إن هو أصلا مش أبوه غلاب، ده يبقى عمك وأنت أخويا أنا. وبيبدأ هنا إن هو يحكي له القصة من ساعة ما هربوا هو وراوية وسابوا البلد كلها ومشوا، وراح طبعا حط علامة كده على ايديهم كلهم علشان خاطر لو تاهوا يقدروا ان هم يلاقوا بعض في اي وقت تاني او في المستقبل. وطبعا عمرو هنا بيحاول ان هو يفهم الكلام ده كله، وبيقول له احنا لما رجعنا عشان نجيبك علشان كنا بنهرب من الرجالة بتاعت غراب، بس للأسف احنا يعني ما لقيناكش وافتكرناك اللي انت مت واخدت اختك راوية ومشينا. اللي قتل ابوك هو عمك غلاب. وامي قالت لي لما قابلتها ان مفيش حاجة حصلت ما بينها وما بين غلاب، بس للاسف هي يعني ما لحقتش تقوله على بقية الحقيقة الكاملة. وبيقول له ان انا من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا اعرف ان انا ابن غلاب. طب ايه اللي يثبت لي اللي انت بتقوله ده؟ قال له عادي مفيش مشكلة، احنا نقدر نعمل تحليل دي ان ايه، وده اكيد هيكون سهل عليك جدا ان انت تعرف تعمله، وتعرف ان احنا الاتنين اخوات من اب واحد وام واحدة. وهنا عمرو بيبدأ ان هو يشك في كلام فهد، او بيبدأ ان هو يفكر ويقول ممكن يكون كلامه صح. فبيقول له خلاص هنعمله، ولو كده هرجع حق ابويا. قال له ابويا اللي طبعا غلب داس عليه وبيجيب هنا الدكتور وبيقول له انا عايزك تحكي لي وتقول لي عجيبة كانت بتعمل ايه عندك في الصحة او في الوزن بتاعتك دي. بيقول له والله يا عمدة انا جيت لغاية البيت وقلت لعبود، بس شكله كده يعني ملحقش يقولك ومات. قال له انت عارف لو ما قلتش هنا ايه اللي هيحصل؟ فبالله ان الدكتور كده بيعترف له بكل حاجة، وبيقول له ان عجيبة هي اللي حطت السم في الطبق بتاع وفاء عشان هي اللي سماها يعني، وهي السبب في موتها. فبيقول له ايه العلاقة ما بين وفاء وما بين عبود؟ قال له الكلام ده غلط، عجيبة هي اللي موتتها وكانت بتهددني وبتقول ان انا لازما اقول ان هي ماتت موتة طبيعية علشان ما تفتحش الابواب وما تفتحش عليا مشاكل يعني. وهنا طبعا بنلاقي ان في ضابط جايله وبياخد واحد من رجالة توفيق التمساح وبيبعت طبعا على نفسه وبيقول له ان العربية والمخدرات بتوعه، وبيعرفوا ان هو جاي بيقول له علشان خاطر ان ريكو شغال مع فايزة اللي هي فايزة الشبح دي.